ده شكل الشال في النهايه، شكله حلو قوي وقمر بجد. هسيب لكم الطريقه كامله بامر الله في صندوق الوصف او ادخلوا على القناه وهتلاقوه. الفكره بجد هايله ومعمول بمتر الا ربع قماش بس، ومش مكلف خالص ومش بياخد معانا وقت كبير. وزراير الكبس دي انا عاملاها عندي، لو وعرفتكم برده في الفيديو ازاي نعملها على ايدينا والمكبس مش موجود عندنا، حابين نعملها بنفس القماشه برده قلت لكم نعملها ازاي وقلت لكم نعملها ازاي كده. وفي طريقه كمان ثانيه في اللبس هوريها لكم اهو. ده الشكل الثاني في اللبس زي ما انتم شايفين. انا هنا الزراير على فكره مش مثبتاها، وده بس اللي متثبت وعامله له عروه هنا علشان نوسع ونتقل براحتنا، يعني يدخل في الرقبه براحتنا. عايزين بقى نزود الزراير بالشكل ده نزود، عايزين نعملها على الياقه بس واحد هنا مثلا وكمان واحد قصاده زي ما نحب. كل التفاصيل في الفيديو بامر الله، ادخلوا على القناه وشوفوه او هسيب لكم في صندوق الوصف. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم فكره حلوه قوي للشال، وتنفع فكره مشروع حلو قوي قوي باذن الله تعجبكم، ولو جربتوها هتعجبكم. واستنوا معايا عشان نشوف النتيجه مع بعض. انا اول مره اعمله على فكره، بس الفكره طقت في دماغي كده، وشفت كاب كده صورته وعجبتني، فقلت ليه ما نفذوش انا في البيت. فهجربه معاكم بامر الله. ده شال عادي عندي خالص، اللي هي عادي اللي هو اي شال موجود في بيتنا تمام. اللي هو بيكون هنا العرض بتاعه ده بيكون 75 سنتي تمام. بيكون هنا الطول تقريبا 150، فانا عايزه اقسم او ممكن يكون 160 تقريبا حاجه زي كده يعني. عموما انا قست دي لقيتها 75، هقيس الناحيه التانية هقص لحد ما تبقى 75، بس انا هسيب الطرفين على بعض علشان الشراشيب يكون شكلها حلو معايا تمام. وممكن احنا نعمل الشراشيب في البيت، لو عايزينها بقولوا لي وانا اعملها معاكم بامر الله. بس عشان انجز معاكم وما اطولش معاكم في الفيديو، بصوا هقيس لحد 75، انا قستها اهو لحد 75. هقص الحته دي، الجزء الزياده ده بقى هعمله كمان معانا كوفيه، يكون مع الشال كوفيه تمام. يعني هيكون فكره حلوه قوي لو عملنا الشال ومعاه كوفيه بنبيعها، او عملنا الشال لوحده والكوفيات لوحدها، هيكون فكره جديده وحلوه. وكمان هعمل معاكم زراير كبس بلون مختلف، مش هعمله بنفس الشكل ده، هشوف لون كشمير عندي اي قصقصه عندنا بقى هنعمل منها الزرار. تابعوني وشوفوا ان شاء الله هعمل معاكم ايه. هقص بس الجزء ده وهقول لكم هرجع اعمل ايه تاني. انا قصيت هنا اهو، ده الجزء اللي قلت لكم عليه. اهم حاجه واحنا بنقص يبقى الطول زي العرض زي ما قلت لكم بالظبط. يعني الجزء اللي فيه الشراشيب ده نفس الجزء اللي قصاده، هنقص من قصاده الناحيه التانية تمام. إيه يعني هنقص، بصوا هنشوف الجزء الشراشيب ده كام، ونقيس هنا نفس المقاس بالظبط تمام، علشان يبقى عايزينه يبقى مربع. الجزء بقى الزياده هنشيله من النص علشان ما يبقاش باين فيه خياطه قوي، لان هو كده كده هيتخيط من ناحيه واحده تمام. بدل ما احنا نشيلها من على الطرف من هنا ونحب نقفل ويبقى ياخد مننا وقت كتير، فاحنا هنعمل ايه؟ هنقفل بس الجزء ده. عندنا بقى اوفر هنعمله عندنا إيه، ممكن نتنيها تانية جوه تانية يكون شكلها كويس وخلاص. بس إيه، هنشوف هنجرب دلوقتي وهنشوف. لو عندنا المكنه الزجزاج ممكن نعمل الطرف زجزاج عادي. انا بقى هعمل ايه؟ دي الزراير اللي هي الكبس. انا هسيب لكم لينك ان شاء الله في الوصف يعرفكم ازاي انا عملت الزراير دي. وممكن نعملها بقى باي لون، بنفس لون الشال بلون مختلف، يعني ممكن نقص حته من الطرف هنا ونعمل بيها الزراير، بس انا حبيت اعمله بلون اسود، قلت هيكون شكله اشيك كمان. في بقى مقاس صغير وفي مقاس كبير. هقول لكم كمان لو مش عندنا مكنه الكبس هنعمل ايه، ثواني كده هقول لكم. بصوا ده زرار عادي خالص، هنجيب اي قماشه احنا عايزين نعمل منها وهنعملها كده، وهنخيط من تحت. يعني بصوا هقفل كده 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 كله واخيطها من تحت، هيبقى نفس شكل الزرار بالظبط وهيكون شكلها حلو قوي. مش لازم يعني نأزم الحكايه. عندنا حد بيعمل زراير كبس تمام، ما عندناش وعندنا شغل مثلا كتير محتاج زراير الكبس، ممكن نجيب المكبس عندنا. انا هسيب لكم تفاصيل كل المكبس وانا جبته منين وكده، ما انا جايبه هسيبه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. بس هو موجود يعني في اماكن كتير وان شاء الله تعرفوا توصلوا له يعني. عموما انا دلوقتي هعمل ايه. انا هقفل الجزء ده والجزء ده هسيبه مفتوح تمام. الاول هناخد دوران الرقبه. دوران الرقبه هناخده منين؟ من النص، من الحته دي. دوران الرقبه بقى عشوائي على فكره، مش لازم يعني حاجه معينه، احنا ممكن ناخده 7 سنتي. 7 سنتي مثلا كده، لا ممكن عايزينها اوسع ناخد 9 زي ما نحب. انا هاخدها مثلا كام؟ 9 مثلا، هاخدها 9 سنتي. 9 سنتي دي يعني هعمل ايه؟ هقص كده، دي 9 وهناخد المزورة كده تبقى 9 والناحية دي تبقى 9. هنقصها بقى بدوران، واعمل لها كولا كمان يكون شكلها حلو. وبالزراير بقى هنركبها منين؟ من هنا. خليكم معايا وشوفوا انا هعمل ايه. عشان اقص دوران الرقبة بسهولة انا تنيتهم على بعض، يعني بقى 4 طبقات زي ما احنا شايفين، واقوم واخدة بقى إيه الحتة اللي انا عايزاها كده دوران، عشان اسهل على نفسي يعني ماخدش وقت طويل. قصيت 8 سنتي، بس حاسه ان هي هتكون ضيقه شويه، عادي مفيش مشكله نزود كمان سنتي ونشوف لحد ما نشوف الوسع اللي احنا هنبقى حابينه. اهو تمام، ده الجزء التاني.
يعني ما نقزمش، جاي معانا حاجه مش مظبوطه عادي نظبط، ما نوقفش الدنيا على حاجه. تمام. يعني بص وقفت معايا لحد 12 سنتي عادي خالص، او ممكن تزيد كمان سواء حته بسيطه كمان مفيش مشكله. المهم دلوقتي انا اروح على المكنه اقفل الجزء ده، وهعمله زجزاج من على الطرف واوريهولكوا، واسيب لكم اللينك برضو بتاع الزجزاج انا عمال بقفله كانه سرفله ازاي بالدواسه شكلها ايه، وممكن بالدواسه العاديه كمان. هسيب لكم كل اللينكات ان شاء الله في صندوق الوصف. عموما ودي بصوا بقى كمان، دي حابين بقى نسيبها كده عادي، نسيبها كوفيه عادي، ده ناخد منها الكولا اصلا علشان اعمل على الرقبه كده يكون شكلها حلو. ده شكله بقى بعد ما اتخيط خالص ويتقفل زي ما انتم شايفين. على فكره دول انا مرضتش اثبتهم، قلت علشان اوريكم شكله. ده كده بزرار واحد. عايزين نزود هنحط دي ودي، انا حاسه ان هما كده اشيك يعني لما بيتحطوا، بس انا مرضتش اثبت الا لما اوريكم الاول هيكون الشكل ازاي في النهايه. شكله حلو جدا. بس على فكره لو هنكبر المقاس ده، المقاس ده يلبس مثلا لحد اعدادي. بعد اعدادي بقى هنكبر الرقبه من هنا علشان هتكون كده صغيره، ممكن نخليها 10 سنتي او 12 سنتي، على حسب بقى ما نقص ونشوف المقاس هيكون مريحنا ولا لا. الفكره حلوه جدا وعجبتني بجد في الاخر، وشكله حلو قوي في اللبس. هنزل لكم الصوره في الجنب كده شوفوه في اللبس شكله ايه. وكمان ممكن جات لي فكره ان احنا ممكن نغير طريقه لبسه كمان ونخليه بالعكس. هوريهولكوا شوفوا بس شكله دلوقتي وهوريكم العكس قصدي ايه. وعلى فكرة احنا ممكن كمان لو عايزينه نقفله يبقى بكم، ممكن نيجي من هنا كده ونقفل يبقى الكم يدخل من هنا والكم وده يبقى مقفول كده. عايزين نسيبه مفتوح تمام. هوريكم بس الطريقة التانية اللي جت في بالي كده وانا بعمله، هوريكم شكله اهو. ده هتكون على الكم كده بالطريقة دي المثلث، بيكون شكله حلو برضو. نعدل بس الياقة كده. لو احنا حابين ان الزراير تبقى من قدام، حابين بقى نزود الزراير ممكن نعملها كده، حابين نسيبها كده نسيبها، حابين نعمل مثلا على الناحيتين قصاد بعض مثلا يبقى كده، ونزود كمان زرار هنا زي ما نحب بقى. دي في ايدي لعبتنا ودي في ايدينا وزي ما نحب. بس الفكره بجد هي خطرت في بالي كده وانا بصور، فقلت اجرب ليه ما اجربش بالشكل التاني. ممكن نشيل دي ودي تبقى متركبه كده والتانية تكون منظر قصادها. تمام عادي مفيش اي مشكله. ممكن نزود مثلا عايزينه صف نعمل صف، ممكن كده وواحده كمان في النص. بصوا بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه، هي كده اللعبه بقت في ايديكم. تمام. جات لي فكره كمان ان انا ممكن افك الجنب ده واعمله يبقى جنب مقفول وجنب مفتوح. لو عملته هبقى اعمله لكم ان شاء الله تاني، لكن انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده لحد ما اشوف انا هرسى على ايه. بس هي الفكره كده حلوه قوي، لو حابين نعملها مشروع ان شاء الله يكون مشروع كويس. انا بفكر شخصيا ان انا اعمل الفكره دي كمشروع، بس مش عارفه لسه. لو عملتها ان شاء الله هعرضها لكم واشوف واوريكم الانتاج بامر الله. متنسوش تعملوا لايك لو وصلتوا معايا لحد هنا، ولو القناة عجبتكم يا ريت تشتركوا معايا، ولو في اي تعليق او اي استفسار او اي حاجة ابعتولي في الكومنتات او ابعتولي في رسائل الصفحة على الفيسبوك بنفس اسم صفحة القناة بالظبط. وبتواصل معاكم ومش بتأخر على اي حد بأمر الله. السلام عليكم.